كثيرا ما يسأل هذا السؤال. ما هو السر وراء انتشار وتفشي الجهل والتخلف والفقر وكل هذه العمود الأساسية للدمار بين أبناء الشعب المصري والشعوب العربية عموما. وبسهولة جدا قدر عمرو بن العاص إنه يدخل مصر ويهزم الحامية البيزنطية اللي كانت موجودة فيها ويحتل البلد، ووضع حجر الأساس في تخلف الشعب المصري، اللي هو لما وصل لمكتبة الإسكندرية هذا الأحمق. لما وصل لمكتبة الإسكندرية بعت رسالة للخليفة عمر بن الخطاب وقال له في مكتبة هنا مليانة كتب، نعمل فيها إيه؟ ما هو واحد جاهل هيعمل إيه بالكتب؟ يعني مش عارف يعمل إيه بالكتب، فبعت للخليفة عشان يسأله إيه نعمل إيه في الكتابين اللي موجودين. فكان رد الخليفة، الخليفة الراشد كما يدعوه الحمقى والمغفلين، قال له ايه؟ قال له الكتب دي ان كانت مؤيده للاسلام فاحنا مش محتاجينها، دمرها احرقها، وان كانت معاديه للاسلام فيجب حرقها، فكده كده لازم تتحرق. وهي دي كانت نقطة النهاية في مكتبة الإسكندرية، ولم تقم لها قائمة بعد كده. ودمر هؤلاء الرعاع كل هذه الكتب اللي كانت بقالها قرون موجودة وكانت تحوي شتى العلوم. دمروها كالغوغاء والبقر، مجموعة من البقر جايين من الصحراء، دمروا كل الكتب والعلوم ديت في لحظة، لمجرد ان هذا الخليفة اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، هذا الأحمق ما يعرفش ايه كتب اساسا، فقال لك خلاص احرقوها.